ليلة السوبر المصري ما بين الأهلي والزمالك، وأخيرا هنتكلم في الفنيات بعد الأحداث المقززة بالنسبة للرياضيين. وبالمناسبة تأجيل محاكمة ثلاثي الزمالك ليوم 29 أكتوبر يوم الثلاث مع استمرار حبسهم. وفي كلام بسيط هقوله، الغلط غلط والصح صح. وانت كواحد، مش هقول لك بقى انت زملكاوي ولا اهلاوي، انت واحد مصري بتتابع كوره في مصر، لو شايف ان في عبث في مصر الفتره الاخيره، فيحتم عليا ان انا اقول الكلمه دي. ان شاء الله ده لو اخر فيديو ليا. اقاله وزير الرياضه امر حتمي لتصليح ما يحدث، وتغيير اتحاد الكوره هو كده كده هيتغير بعد شهرين اصلا. بس ده النهايه. عشان ايه؟ لو عايز ترجع من شغلك تعبان وعايز تتفرج على كوره. حاجه قبل بقى ما اتكلم في الفنيات، الحاجه اللي انا عايز اقولها، سياسه الطفل المدلل زي ما بيقول كده الاستاذ فارس، قالها امبارح في قناه النادي الاهلي، وانا بضم صوت لصوته. تتشال. عايز يا حبيبي تنسحب انسحب. النادي الأهلي، وكلام على الاهلي والزمالك، ان انا عايز حد اللي يمسك الكوره في مصر يبقى قوي على الاهلي وقوي على الزمالك، ويعرف الصح فين والغلط فين، ويعمل ويطبق اللائحه. انا مش عايز حاجه تانية اكتر من كده، ويعمل العدل ما بين الاثنين. بس طلب شرعي ويتوافق عليه اي حد باي لون بيشجع اي لون مختلف. خلاص بقى لنا دقيقتين بنتكلم في هري، وعايز بقى اتكلم في ايه؟ في الفنيات. طيب، اول حاجه، طيب ايه بقى انت شايف ايه طريقه اللعب يا عم حميدو اللي هيلعب بيها كولر بعد اخر ماتشين له؟ انت اصلا بتقعد تفكر كده، انا مش عارف اقول لك ايه. يعني انا مش عارف هو بيلعب ازاي ولا هيعمل ايه. وما اطلع قدام شويه كده، هو هيعمل ايه؟ يعني هو، طب انا اطلع اقول ايه؟ انت لخبطت لي كل حياتي. طب هل اللي انت عملته في الماتش بتاع سيراميكا ده يعني زوبعه بتعملها او خدعه بتعملها ولا ايه؟ لا. طيب ليه الهويه بتاعت النادي الاهلي ما بقتش موجوده؟ انا عندي اجابه للسؤال ده هقوله لك. طيب الحاجه الثانيه، ليه الاهلي او سياسه او المينتاليتي بتاعت لعيبه الاهلي بقت رد فعل؟ ليه اجيب الجون وارجع ورا؟ من امتى الاهلي بيعمل كده؟ من امتى الاهلي بيعمل كده؟ في اسئله كتيره قوي هقولها في الفيديو ده وهجاوب عليها، بس في اسئله كتيره جدا انت بتقعد كده تفكر. بقى انا قاعد بشجع التيشيرت ده واتفرج على ماتش للاهلي واقعد اقول يا رب الحكم يصفر؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه التدني في المستوى اللي يخليني اقعد افكر التفكير ده؟ دخلنا في 3 دقايق. انا اتكلم في المهم، التشكيل المتوقع. انا هقول لكم التشكيل المتوقع، وفي نفس الوقت هقول لكم التشكيل اللي انا عايزه. تمام. التشكيل المتوقع انا هبدا حراسه المرمى. شوف، حتى في حراسه المرمى هنتكلم فيها كتير. بصوا، حراسه المرمى الشناوي بالنسبه للنادي الاهلي طبعا. الشناوي هو اللي هيقف. وانا رايي الصح، انا مش عايز اغلط الغلطه اللي هو ايه، الواد مصطفى شوبير شايلني واول ما الشناوي يجي اوقفه جون. يعني الغلطه اللي انا قلتها في ماتش السوبر الافريقي لما قلت لكم يا جدعان الظلم ظلمات، الظلم وحش. فطالما شوبير مرضي وعم احمد شوبير مرضي فخلاص مفيش مشكله. اهم حاجه ان النفوس طالما مرضيه، يبقى ان شاء الله وقفه الشناوي مش ظلم. حلوه الصيغه دي، حلوه الصيغه دي. يعني انت عم حميد عايز ايه؟ انا عايز شوبير الصراحه يعني. طيب الدفاع، انا عايز ربيعه، وللاسف مفيش غيره، ياسر ابراهيم. باك يمين عمر كمال يا عم حميد، ومش مصاب؟ لا مش مصاب، كل الاخبار بتقول هو كويس وبيلعب وزي الفل. والناحيه الباك الشمال يحيى عطيه الله. الولد ده عامل ارقام حلوه من ساعه ما جه الاهلي. غلطته غطت على الارقام الحلوه دي، غلطته غطت على الارقام الحلوه دي اللي هي الكعب اللي عمله ده. لكن هو لا، عمل عمل 3 4 اسيستات وكده، فلا اللي هو جايب عامل ارقام حلوه.
ويجي منه خلاص، والركنيه بتاعته حلوه، الجون بتاع طاهر. خلاص طيب، نيجي بقى لايه؟ لخط الوسط اللي هو فيه كلام كتير جدا. بصوا انا هقول لكم على حاجه، خط الوسط لو انت فتحت الماتش هيتلعب الساعه 8، الساعه 8 خلاص بكره، لو انت فتحت الساعه 7 دخلت على الفيس لقيت ندفيد موجود في التشكيله، اقفل يا باشا، ما تتفرجش على الماتش، ومبروك الزمالك الماتش. خلاص كده، خلاص ده النهايه. خط الوسط انا بقول لك التشكيل متوقع، اللي هو هيلعب مروان عطيه و... واكرم توفيق، وفي علامه استفهام وفي كلام كتير قوي على اكرم توفيق هقوله، وامام عاشور. خلاص طيب، ده التشكيل المتوقع. طب ايه اللي انت عايزه يا عم حميدو؟ انا عايز اشيل اكرم توفيق، وهقول لكم ليه، وهحط مكانه مين؟ الواد كوكا. الواد كوكا، هرجع بقى لايه، لاجابه السؤال بتاع ايه، هويه النادي الاهلي. الواد كوكا يا جدعان بصير، بيعمل الوظائف بتاعت اكرم توفيق في الحاميه والتدخلات وياخد الكوره، بس بيعرف ياخد الكوره ويطلعها لايه، للخط الامامي. فعشان كده انا مش عايز اكرم توفيق، ومش معنى كده ان اكرم توفيق وحش، مش معنى كده اكرم توفيق وحش، بس هو اكرم توفيق زي ما كابتن خالد بيبو قال، قلل من تدخلاتك الصعبه القويه دي وركز في بساطتك. ماشي نخش بقى فين قدام؟ هتيجي تقول لي ايه ده خط وسط، فين قفشه؟ لا قفشه حبيبي ده الورقه الثانيه، الشوط الثاني خسران بقى بعد الشر، متعادل، عايز افوز، كسبان، لا قفشه هيجي يقلب الماتش. وعايز اقول لك ان هو لو حط اكرم توفيق في الشوط الاول وبعد كده وجهه نظره ان هو ينزل كوكا مثلا في الشوط الثاني، ماشي انا موافق مع الفكره دي، لكن انا عايزه من الاول عشان عايز اخلص، انا ما اضمنش الماتش هيحصل فيه ايه. دي حته يعني عايز اقولها يعني. طيب بالنسبه للهجوم، وسام في الهجوم ما فيهاش كلام، تمام، والشحات مفيش كلام. نيجي بقى لايه، انت منتظر دلوقتي مني ان انا اقول ايه؟ بيرسي تاو. طيب هو التشكيل متوقع ان انا اللي هو هيحط بيرسي تاو، لكن رضا سليم ده وجهة نظري، وفي وجهة نظر تانية صايعة من احمد شوبير. قال ايه بقى؟ قال لا انا عايز الصح احط طاهر. فقالوا له ليه طاهر؟ قال لهم عشان طاهر بفورمته دلوقتي وروحه حلوه ودلوقتي عنده الدوافع، والواد متحمس من بعد الماتش الاخير وخد احسن لاعب، فهيعمل حاجه، فهستغل قوته دي او هستغل الحاله الجيده اللي هو فيها واحطه مكان مين؟ بيرسي تاو. دي فكره حلوه. فانت فرقتك حلوه، انت فرقتك حلوه وطالما التشكيل بيختلف ما بين شخص والتاني والتالت، تعرف ان انت عندك فرقه حلوه وان شاء الله خير بامر الله. طيب الرساله انا عايز اقولها للكوره بعد اذنك، بعد اذنك، انا عارف ان انت مش هتغير الا بعد بي اس تي، بس بعد اذنك عايز اشيل حته اللي هو انا رد فعل، لا انا ما اجيب جون اخش اجيب التاني والتالت والرابع بعد اذنك. النقطه الثانيه يا كوتش كولر، يا باشا هاجم. كرة القدم خلقت للهجوم، متعتها في الهجوم. هيخش فيها جوان؟ ما يخش فيك جوان يا عم، ما اصلا هو انت اصلا بص بالارقام كده، امين جوميز وكولر لعبوا بعض 3 مرات. ركز بقى معايا، اول ماتش كاس مصر مين اللي فاز فيه؟ 2-1. تاني ماتش 2-0. تاني ماتش 2-1 بتاع الدوري. تالت ماتش 1-1 بتاع ايه؟ بتاع السوبر الافريقي. اجمالي الماتشين تمام، الزمالك جاب 4 تجوان ودخل فيه 5 تجوان، والاهلي دخل فيه 4 تجوان وجاب 5 تجوان. اذا الاهلي ايه؟ اقوى، يبقى انا هاجم. دي نقطه. وفي زوبعه معموله على الزمالك ان الزمالك بقى دلوقتي بقى فريق قوي قدام الاهلي ومش عارف ايه. دي عباره عن بالونه منفوخه من الاعلام الرياضي للزمالك قدام الاهلي، سياسه الطفل المدلل، تمام. لكن الواقع مش كده، الواقع ان هم ما عملوش ولا هجمه على الاهلي في الماتش بتاع كاس مصر لما الاهلي قفشه وامام جابوا جونين. عملوا ايه؟ معلش هتقول لي ما احنا عملنا ايه؟ هقول لك هم عملوا ايه. ما انت لو لعبت حلو
هتبقى خلاص انت كده عديت الحدود. لكن هم اخرهم بيعملوا معاك، ما بيعملوش، مش بيهاجموا اصلا، بيمسكوا كوره ويلعبوا يلا، اي هقصه اي ضربه جزاء نجيب جون وخلاص، الموضوع انتهى على كده. ماتش يا جماعه ماتش الدوري ال 2-1 ده بتاع هات سيف وخد سيف، يا جماعه لا ما لعبوش، والله ما لعبوا. دول هجمتين، والهجمتين يا جدعان ضحك. الجونين اللي جابوا فينا في اليوم ماتش ده جونين كوميديا كوميديا. فانا مش بلاعب فريق مرعب يعني، ده فبلاعب فريق محظوظ بيجيب اجوان بالبليله كده. وماتش افريقيا لسه اهو من يومين ما عملوش حاجه برضه، هي هجمه جابوا الجون وخلاص، وغلطه يعني غلطه. فانت ما تقعدش قدام ماتش الزمالك وتكون مرعوب، لا هي الفكره كلها انت لو حلو الاهلي هو منافس نفسه، انت لو حلو الاهلي لو حلو خلاص كده الدنيا تمام. الاهلي لو وحش يبقى انت كده الايه، هتخلي اي فريق تاني يفوز عليك او يعمل لك اي ماتش بالبلدي كده. ده عايز اقول لك ان سيراميكا لعبت علينا احلى ما الزمالك لعب. فانا عايز اقول لكوره يهاجم، انا عايز يهاجم، عايزه يهاجم خلاص. طيب الهويه، احنا اتكلمنا دلوقتي في حته رد فعل، انا مش عايز اكون لعبت تكون رد فعل يا عم كولر في اي ماتش. احنا مش لاقيين بقى هويتنا قدام الاهلي. ليه مش لاقيين هويتنا قدام الاهلي؟ هقول لك ليه. ماشي، هقول لك سبب من ضمن الاسباب. احنا لسه راجعين من الموسم، مفيش مشكله. كولر عمل غلطه من الغلطات اللي هي بتاعت موسيماني، الاجازه الكتيره. هقول لك هيقولوا لي لا يا عم حمدي ما اللعيبه تعبت، اقول لك ماشي، بس الاجازه في اجازه في اجازه، اللعيبه ريحت قوي. اسبوعين يا جدعان ولا 3 اسابيع اجازه؟ لا كتير قوي 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 قوي. ده وجهه نظري، لا كتير. ده اجازه كانت اجازه سلبيه يا شباب. لا انا واحد بلعب جيم وبلعب كوره وكده، لا انا لو بريح يومين 3 بحس ان جسمي بدا يرهق. انا بتكلم بقى في جسمي اهو، مش لعيب في النادي الاهلي. تمام، دي نقطه. النقطه الثانيه، الهويه ما بقتش موجوده، لان النقطه الثانيه مرتبطه بالنقطه الاولى، عشان زي ما قلت الاجازه. النقطه الثانيه بقى اللي هي ايه؟ اللياقه. انت بتتفرج على الماتش بتاع سيراميكا كليوباترا، شفت ما الحكم صفر، شوف كام لعيب من لعيبه الاهلي وعين على الارض، ولا كاننا عاملين ماتش نهايه موسم، ولا كاننا عاملين ماتش نهايه موسم. لا ده ماتش في بدايه الموسم. انت نايم ليه على الارض كده؟ ليه؟ عشان خاطر زي ما قلت لك مرتبطه بالسبب الاولاني اللي هو ايه؟ الاجازه السلبيه الطويله. ماشي. طيب كده اتكلمنا على الاهلي وتشكيله الاهلي، نتكلم على الزمالك. الزمالك عواد هيقف، وفي الدفاع المسلوسي وعبد المجيد وعمر جابر هيلعب، تمام، وبنتايك هيلعب في الشمال، وشحاته و عبد الله السعيد وناصر ماهر في خط الوسط. اه طيب هو عشان نتكلم في الحته بتاعت مصطفى لطفي ولا مصطفى شلبي، لا هي الحته الاولانيه دي بتاعت الهجوم هيكون الجزيري، تمام، وزيزو. هي بقى الحته بتاعت مصطفى شلبي، هي بقى النقطه دي. الواد ده اتحبس دلوقتي فهنلاعب مين مكانه؟ هو في اقاويل بيقول لك ان ناصر ماهر هيكون مكانه او مش لاك. انا وجهه نظري انا عايز مصطفى شلبي الصراحه، انا عايز مصطفى شلبي يكون موجود مكانه، لان مصطفى شلبي احسن لي من مشلاك. ليه يا عم حميد؟ اقول لك ليه. الواد جاي مشلاك جاي من بره، وهيلعب بقى ايه من غير خوف ومن غير توتر ومن غير ضغوط، وسريع، فانا ما اضمنوش صراحه. وبعدين هو هيلعب على عمر كمال، وعمر كمال لسه جاي من الاصابه، فما اضمنش القصه دي يعني. جوميز لعبه كله على خط الوسط، وبيلعبوا كله اللي هو ايه، خد الكره يا باشا ايه، تمام، وانا ايه، انا هلعبك بقى، اشوف دنيتك فيها هتعمل ايه، لقيتك مش تمام هاخد منك الكره وهلعب انا. هو ده جوميز. عارف يحجم بيراميدز، عارف يحجم بيراميدز، عارف يظبطه، عارف يظبط الفرقه. الصراحه بيراميدز كانت بنصف مستواها، بس عملت ايه بقى بيراميدز؟ جابت جون على الزمالك، ماشي، ضيعت ضربه جزاء دخل فيها جون اوفسايد ايا كان في نظامه ايه، والتحكيم ساعد الزمالك ان هو ايه، مش بالجون الاوفسايد اللي ما اتحسبش في اخر ثانيه، لا بالطرد بتاع بنتايج بتاع ضربه الجزاء. المفروض كان في طرد لبنتايج بعد ما اتحسبت ضربه جزاء، حضرتك المفروض تحسب ايه، طرد لمين؟ لبنتايج. بس يعني دي عوامل اللي بتقول لك الايه، دي العوامل اللي ساعدت الزمالك انه يروح النهائي، بس كده. وبكده الاهلي قلت لك هيلعب ازاي، والزمالك قلت لك هيلعب ازاي.
الزمالك مش هيلعب بالاسلوب اللي يجي واحد زي يجي يقول لك الاهلي الزمالك هيلعب ازاي. هو الزمالك ملوش لعبه اصلا. الزمالك قصته بيلعب خط الوسط بس. عرف يسيطر على خط الوسط الماتش هيروح منك وهيجيب اعلى مستواه، تمام، وهيتعادل معاك اخره وهتلعب معاه ضربات جزاء بس. لكن هو خط الوسط بالنسبه للزمالك سهل جدا ويتمسك، ولو الاهلي عرف يمسكه الماتش بتاع الاهلي، الماتش بتاع الاهلي. لكن انا شايف ان الجوميز مش بعبع بالنسبه لي. مدرب حلو بس مش بعبع. اللعيبه بتاعت الجوميز مش هتساعد ان حتى التفكير الخططي بتاع الجوميز يتنفذ. اللياقه بتاعت الزمالك واقعه جدا، زي ما لعيبه الاهلي واقعه لياقه الزمالك واقعه اكتر، تمام. قلت لك لعيبه الاهلي بعد ما الحكم صفر ناموا على الارض، لا ده لعيبه الزمالك من نص الشوط الثاني بتاع بيراميدز وهم واعيين اصلا، مفيش واعيين خالص. فاهمين قصدي؟ فلا الزمالك فيه نقط ضعف كتير. وعايز اقول لك ان شحاته لو لعب باك يمين دي نقطه ضعف وجبهه مفتوحه للاهلي، يا لهوي يا خرابي، شوارع هتلاقيها مفتوحه. لكن هو هيلاعب عمر جابر. عمر جابر هيكون برضه جايب ايه من الاصابه. انا بقى اللي انا متخوف منه حاجه واحده بس، حاجتين، يلا حاجتين. اول حاجه ان اللعيبه ما تلعبش روح الفانيلا. تاني حاجه ان اللعيبه هتتاثر بالاستفزازات اللي هتحصل من لعيبه الزمالك. عدم وجود دونجا مفيد ليا مش فنيا على قد ما هو مفيد ليا اللي هو مش هيستفز اللعيبه بس. الحاجتين دول لو تمام ان شاء الله الاهلي هيعدي. والتوفيق يا رب، التوفيق التوفيق التوفيق. انا عايز التوفيق، انا عايز الكوره تكون تحت رجلي لعيبه الاهلي، ما يكونش في دربكه كده لا فجاه اتقطعت وخط الوسط راح مني والجو ده. التوفيق. فعدم وجود اكرم توفيق في بدايه الماتش. انا بتكلم عن التوفيق في الاول اللي كنت بقولها من شويه، التوفيق اللي هو توفيق، لكن اكرم توفيق ده حاجه ثانيه. عدم وجود اكرم توفيق في الماتش في خط الوسط انا مش عايزه. انا عايز لعيب ياخد الكوره ويلعب في باصي بس. دي وجهه نظري. تمام تمام. اتمنى تكونوا انبسطتوا من الفيديو وان شاء الله الدنيا تعدي على خير والماتش يعدي على خير من غير خناقات. مش عايزين خناقات يا شباب بكره. لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك احنا كلنا يعني ولاد بلد واحده، ومش عايزين اي خناقات ولا اي استفزازات ولا اي حاجه. نقول مبروك للزمالك ونقول مبروك للاهلي اذا كان الاهلي فاز او الزمالك فاز. خلاص. ونتمنى ان احنا ما نتكلمش تاني في الكلبشات وحبس وجنح والحاجات دي. يعني اتمنى احنا نتكلم في الرياضه. يلا. اراك ضاحكا او اراك والاهلي بطل للسوبر المصري.